ايه اكتر حاجه مخوفاك دلوقتي؟ هي انك تفشل ولا انك تكون اتاخر؟ انا شايف ان انا واغلب الناس النهارده مش خايفه من الفشل، بالعكس يعني احنا بنشجع ان احنا عاش وقوم ولو وقعت قوم وهكذا. طيب امال ايه؟ احنا بقينا خايفين ان حد يسبقنا في دوامه غريبه كده ابتدت تحصل، وحاجات بقت تهيئها البلاتفورمز الجميله اللي زي انستجرام. كل يوم تصحى الصبح تفتح انستجرام تلاقي واحد عنده 20 سنه واشترى عربيه، ما شاء الله. الريل اللي بعده هوب واحد عمل مليون جنيه ولسه في العشرينات، ما شاء الله. واحد فتح شركه، يا ما شاء الله. واحد سافر، يعني ما شاء الله، يعني فاهم. واحد بقى مشهور جدا وحقق حاجات، يعني ما شاء الله يا عم. يعني في ايه؟ طيب واحد واقف بيتصور تحت برج الاكس اس 3 مع الايفون ال 15 برو ماكس، فاهم؟ وهو يعني ايه جنب العربيه اللي شبه عربيات جاتا دي، فاهم؟ بعدين في حاله بقى بتحصل لك اللي هو تحس ان هو وانا ما انا عايز اعمل الكلام ده، انا عايز اروح هنا، عايز اقف تحت البرج اللي هو مش مفهوم ده، عايز اروح اشوف البحر اللي هو مش مفهوم ده برضه. وبعدين فجاه تلاقي نفسك بتسال اسئله بتدمر كل الناس، اللي هو انا اتاخرت. خليني اقول لك حاجه، يمكن دي مشكلتنا دلوقتي ويمكن دي مشكلتك انت كمان، وهو ان احنا مستعجلين جدا جدا. فتمهل. احنا ليه بنجري يا صاحبي؟ بكلمك بجد والله. يعني احنا رايحين فين او عايزين نروح لفين؟ بنجري عشان ايه؟ فين خط النهايه اصلا؟ انا بقالي فتره حاسس ان انا عمال بجري وبجري بسرعه جدا، بعمل كل حاجه بسرعه، بعمل كل حاجه في الانجاز، انا عايز اخلص، عايز انتج. الفكره ان كل ما اجري اكتر احس ان انا لسه بعيد جدا. الغريب بقى والمضحك بجد ان انا مش عارف انا بعيد عن ايه. لا ثانيه، هو انا بقول انا بعيد جدا بعيد جدا عن ايه؟ مش عارف. يعني دي حاجه مضحكه، فاهم؟ دي حاجه مضحكه جدا، حاجه مضحكه جدا ان انا مش عارف انا بعيد عن ايه. انا بجري عشان احقق تارجت، بس ايه هو التارجت؟ لا مش عارف. طب بسابق مين بقى؟ مش عارف برضه. طب لما اوصل للمكان اللي انا مش عارف هو فين اصلا ده هرتاح برضه؟ لا مش عارف والله، ما اعرف بجد، مش بهزر. طب هو انا اصلا عاوز ايه؟ انا اصلا عاوز ايه برضه؟ مش عارف. فالموضوع ده شبه بيحصل معانا كلنا كل يوم. فالموضوع مبوخ، فاهم؟ ومحتاج وقفه. فانا رحت واقف وقفت بجد مع نفسي، لو رحت واقف كده قلت لا يعني يلا نقعد قاعده مع الناس. تقول لي انت وقفت عشان يعني انا رحت واقف، فاهم؟ قمت قاعد قاعده مع النفس، رحت جاي كده، هي دي. المهم قعدت بقى قاعده مع نفسي وقلت جرايه، يعني جرايه ولا جرايه يا عبد الله؟ وايه اللي بيحصل ده؟ ليه طول الوقت حاسس انك عايز تجري؟ وليه عندك احساس ان الوقت بيخلص؟ وليه دايما حاسس انك متاخر؟ يعني كان لازم اقعد القعده اللي كلنا بنهرب منها، هي القعده اللي مع النفس. قعدت مع نفسي، مفيش موبايل، مفيش ريلز، مفيش نوتيفيكيشن، مفيش اي حاجه ممكن تخليني ابقى متوتر جدا علشان انا لازم ابقى سريع. جبت الورقه والقلم وقعدت اكتب وبدات اسال نفسي شويه اسئله كتير، وبحاول افتش وادور على المشكله. ومن ضمن كل الكلام اللي انا كتبته والشخبطه واللخبطه، في كلمه كانت بتتكرر كتير قوي: السرعه. وفضلت امشي ورا الخطوط ودماغي لقيت ان انا كاتب ان السرعه دي جايه من الانترنت. بس لا، يعني هي المشكله مش في الانترنت كانترنت. الانترنت ده حاجه عظيمه جدا وانا بحبها وبحب اقعد عليها وبضيع فيها وقت مفيد مش مضر. ويمكن دي مغالطه هنتكلم عليها مش في الفيديو ده، هو ان انت تقضي وقت في حاجه وتقول ان هي مفيده بس هي بتسلب منك وقتك وبتعمل مشاكل في حياتك مش وقتك. لكن الانترنت اللي انا بتكلم عنه هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي بتوريك نهايه قصه الناس، نهايه كل قصه بتاعت حد، فانت بتتاثر بيها، اللي هو زي فلان وصل هنا، فلان عمل كذا، وبتخبي اولها. يعني بتوريك نهايه قصه كل حد وبتخبي اولها. تفتح انستجرام، الطالب اللي لسه في تانية جامعه وبقى مليونير، تلاقي واحد ريلز كده طالع لك يقول لك 5 حاجات عشان تبقى مليونير وانت عندك 20 سنه. يا عم ايه يا عم؟ يا عم ايه؟ ما هي لو شغاله كل الناس دي كانت بقت مليونيرات، يعني فاهم؟ تلاقي واحد طالع انا اتعلمت برمجه في اسبوعين. يا عم ازاي يا عم؟ طب اقنعني ازاي؟ يعني ازاي يا عم؟ واحد اشترى عربيه اول ما خلص جامعه. ايه طيب؟ يعني ايه طيب؟ يعني ايه طيب؟ ده ديفولت؟ ده مش ديفولت، فاهم؟ يعني ده مش ديفولت. انتوا عايزين تقنعوني بيه؟ انا مش فاهم. واحد عنده 20 سنه وفتح شركه، يا جدع طب ما الناس دي بتنام امتى؟ الناس دي بتعمل ايه طيب في حياتها عشان نعمل؟ المشكله الاكبر ان عقلنا مع الوقت بيصدق ده وان ده الطبيعي، واي طريق غير ده كده انت ماشي غلط. بقى في مشكله، فتلاقي نفسك من غير ما تاخد بالك عمال تجري، عمال تقاوح في حاجات يمكن اصلا مش بتاعتك، عمال تقاوح وتتك على نفسك وتحرق في نفسك وتموت نفسك، ويمكن ما تنامش عشان تبقى زي الناس اللي هي اصلا يا اما فيك يا اما هي مش فيك، حالات استثنائيه او حالات عاديه، ولكن دي نهايه قصتهم مش بدايه قصه. انت لسه بتبتدي قصه، فتقعد تجري تجري تجري. انت اصلا بتجري ورا ايه؟ مش عارف. نجاح. طب نجاح ايه؟ عايز تنجح في ايه؟ اصلا النجاح نسبي، خلاص كل واحد بينجح بطريقته، كل واحد هينجح في حاجته. واحد بالنسبه له النجاح انه يبقى مليونير، وواحد بالنسبه له النجاح انه يبقى قاعد مع اسرته اكتر وقت ممكن من غير فلوس عادي. فالنجاح نسبي. واحد نفسه يبقى دكتور، واحد نفسه يفتح كشك، هو حر، فاهم؟ النجاح نسبي. عادي جدا ان يبقى نجاحك هو انك تلاقي راحه بالك. فانت ليه بتجري ورا حلم ممكن يكون جدا مش حلمك، مش بتاعك، فاهم؟ مش بتاعك ومش ده اللي انت لو قعدت كده مع نفسك وقلت هتلاقيه هو اللي انت عايزه، مش ده اللي انت عايزه. خلينا متفقين ان كل
كل حاجه النهارده حوالينا معموله بشكل يخليك تحس انك متاخر، فلازم تقوم بقى تجري تشتغل اكتر، تعمل فلوس اكتر، فتتشهر اسرع، فتكبر اسرع، وتعيش دايما اسرع. يا اخي يعني حتى الراحه بقينا مستعجلينها. لو قعدت ترتاح في مكان انت بتستعجل انك ترتاح. حتى في الجيم والله الناس بقت تستعجل في البريك، اللي هو الفرق ما بين المجاميع، الراحه. ايه طيب، مين قال ان الحياة سباق اصلا؟ مين اصلا قال ان النجاح ده اللي انت عايز تنجحه اللي هو نسبي لازم يجي بسرعة؟ هو في نجاح سريع؟ لا، النجاح بيجي من اجتهاد ومجهود وتعب وسهر وعرق وحط وشغل كل حاجه. مين اللي اقنعنا ان احنا قبل سن معين اللي هو بيقولوا عليه العشرينات والثلاثينات لو ما عملناش انجاز كبير معين يبقى احنا كده فاتنا القطر ولا اتاخرنا؟ انتوا حطيتوا الحاجات دي بناء على ايه؟ الستاندرد دي جبتوها منين؟ معيش زي ما انا عايز وانجح وقت ما انجح بالشكل اللي يناسبني اللي يخليني مبسوط ومتكيف وبعمل حاجات. بص، هو احنا اول جيل في التاريخ يشوف الاف الشخصيات والنماذج والناس الناجحه كل يوم بالشكل ده. ابوك وهو عنده 20 سنه كان يعرف كام شخصيه ناجحه في حياته وكام شخصيه مؤثره في العالم ناجحه، ممكن يكون عرفهم بقى من التلفزيون او من الجرايد او من كتاب مثلا هو اشتراه بيتكلم عن قصص الناجحين، فهتلاقيه يعني يعرف 100 شخص ناجح حوالين العالم او 100 شخص مؤثر عامه، وفي حياته يعرف 5 6 اللي هو مثلا مدير شركته وابن عمه اللي هو الدكتور اللي فتح مش عارف، يعني 5 6 في حياته ناجحين بتقدير النجاح بتاع دلوقتي. انما احنا بنشوف الالاف كل يوم، كل ساعه، كل ريل حرفيا. ريل هتلاقي واحد في امريكا بيبيع شركته، ريل هتلاقي واحد في اليابان كسب الماراثون، ريل هتلاقي واحد مش عارف فتح الايه، واحد باع عربيته، واحد. وبعدين تلاقي واحد طالع لك يقول لك لو انت موظف فانت بتضيع عمرك. في ايه يا عم؟ في جرايه يا عم؟ انت اضيع عمري في ايه يا عم؟ انا موظف تمام ماشي، ايه المشكله؟ ايه طيب اضيع عمري في ايه؟ انا مش فاهم. وانا لحقت اعيش اصلا عشان اضيع عمري؟ تخف علينا يا عم كده شويه وما تزهقناش بقى وتمام. يعني فاين، السوشيال ميديا مش بتكذب على فكره، هي بس بتحذف. يعني هو الشخص هيوريك او هي هتوريك عامه نهايه قصته زي ما قلنا مش بدايه قصته. هتوريك اول مليون بس مش هتقول لك ان هو قعد 10 سنين علشان يعمل اول مليون. بعد كده هتلاقي بقى الموضوع معاه بقى خلاص، هو ابتدى يعرف الفكره ويعرف اللعبه وبقى يعمل 2 و3 و4 في وقت اقل، فبقيت تشوف ده. لكن 10 سنين اللي قعدهم يجهز عشان يعمل مليون انت ما شفتوش. فاهم قصدي؟ هتوريك الشهره وانه بقى في حته جامده جدا بس مش هتوريك هو كام مره اترفض، هو كم مره اتقال له لا، هو كم مره الناس جرحته والناس. الحقيقه ان الشخص اللي هو ممكن تلاقيه فجاه قدامك جامد جدا هو كان بيشتغل جامد في وقت الناس فيها ما كانتش بتبص له، ما كانتش بتستعنيه، بيشتغل لوحده، بيجتهد لوحده، بيتدرب، بيعمل وهكذا. فجاه لما ظهر وبقى اوريدي حقق نجاح الناس ابتدت تشوفه، فابتدى انت كمان تشوفه، فابتديت تقول واو هو شاف عايزين نبقى زيه. بس انت لسه في اول خطوه، بتقارن واحد بقاله كتير قوي شغال بيك انت ليه اصلا؟ بعيد ان انت بتقارن يعني، بس ليه تعمل كده؟ دي مقارنه ظالمه جدا مش عادله. انت بتقارن نفسك حرفيا باحسن 5 6 ثواني في حياه الشخص ده انت شفتهم في ريل. ده ينفع؟ لا. بعيد عن ان انت اصلا المفروض ما تقارنش نفسك بحد وقارن نفسك بنفسك امبارح. هل في تحسن؟ هل في تطور؟ هل في حاجه كويسه اكتسبتها؟ تمام، انت ماشي صح والخطه بتاعتك بتنجح. مفيش يبقى انت ماشي غلط، لازم تقعد تحط خطه وتطور من نفسك وهكذا. لكن ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ اللي بيحصل على السوشيال ميديا بالظبط زي لو انا صورت لك فيلم مدته 2.5 ساعة مثلا وجبت لك اخر 3 دقايق في الفيلم وقلت لك ايه رايك في الفيلم؟ انا شفت النهايه. ايوه، ايه رايك في الفيلم؟ هتقول لي فين الفيلم؟ هو ده اللي احنا بنعمله، بس مش بنرد نفس الرد. لا، احنا بنشوف فعلا اخر 3 دقايق في حياه الشخص او لحظه النجاح دي ونقول ياه جامد جدا، وتبتدي بقى تدخل في دوامات اللي هو انا متاخر ليه كده؟ هو ليه ازاي عمل كده وانا لسه انا متاخر؟ صح؟ لا يا باشا، لا، انت ما شفتش حياتك بس كده. فده سؤال مهم جدا، هو انا بجري علشان اوصل ولا بجري علشان ما فيش حد يعديني، حد يسبقني؟ في فرق كبير، لان اول واحده اسمها طموح، انا بجري عشان احقق حاجه معينه، انا عندي طموح. لكن الثانيه مقارنه، انا بجري علشان ما حدش يسابقني، انا بجري عشان ابقى احسن من فلان، انا بجري عشان فلان ما يعليش عليا، عشان اوصل للي مع فلان. ده نيله، لان المقارنه عمرها ما شبعت حد. هتوصل لحاجه هتلاقي حد تاني سابقك، ايه ده هده تجيبه، تلاقي في واحد تاني بيسبقك، ايه ده هده فتجيب ده. لا، هنقعد بقى نعيش في الدوامه دي، مش هنعيش. فانت لو ده اللي عندك وفعلا بتقارن نفسك بحد سبقك، فهو الاستعجال هيجي من هنا. هتلاقي حد سبقك فهتقعد تستعجل، تتعلم مهاره بسرعه وما تلاقيهاش جابت العائد بتاعها سريع، فتبتدي تقفش، تتضايق، وفي ايه تعمل كونتنت بقى وتنزل فيديوهين 3 وتلاقي الموضوع ما جابش، تقفش، وايه ده هي مش شغاله ليه؟ فاهم؟ حاجات كده زي الامثله بتاعت زمان اللي هو تروح الجيم شهر وما تلاقيش نتيجه فتحبط فتتضايق. لا، يعني الحاجات اللي هي فاكر كانت زمان كنا بنضرب امثله بالجيم، دلوقتي بنضرب امثله بحاجات ثانيه. بتبدا تشك ان المشكله فيك، بس هي المشكله في التوقعات اللي اتزرعت جواك. بتتوقع قوي، بتعلي السقف جدا، فبتتصدم بالواقع، بتنزل متدشدش على الارض. بص يا صاحبي، النجاح الحقيقي مش سريع، النجاح ممل. ايوه ممل، لانه عباره عن تكرار. كل يوم بتصحى بتعمل نفس الحاجه، حتى لو زهقان، حتى لو مالكش شغف، حتى لو مش عايز تعملها وقرفان وجايب اخر، لازم تعمل لحد ما يجي اليوم اللي هم يقولوا الحق هو ظهر فجاه ازاي كده. انت بقى ساعتها تبقى فاهم اللعبه. لا، انا ما ظهرتش فجاه ولا حاجه،
انا في ايام كتير قوي، تراكمات كتير قوي، اشتغلت كتير قوي، كنت بجبر نفسي جامد وحاسس بملل وبكرر الروتين علشان اوصل للحاجه، فهي ما جاتش صدفه ولا حاجه. اوكي اتفقنا ان النجاح مش بيجي فجاه، امال بيجي ازاي؟ انا فاكر ان انا كنت عملت فيديو مره عن جراف النجاح، بس هو فيديو للاسف مش على اليوتيوب، ممكن ابقى انزله يعني، هو كان على الفيسبوك حاجه كده يعني، وهو كان عن جراف النجاح اللي هو ذا بلاتو اوف ليتنت بوتنشال، اللي هو بتاع موجود في كتاب العادات الذريه. الكتاب مش هنا، كنت هجيبه لك، هتلاقي الكتاب جوه. يعني ده الجراف اهو. الناس بتبقى فاكره ان النجاح بيمشي كده، كل ما تشتغل اكتر تنجح اكتر وهكذا، ولكن لا، هو ما بيمشيش كده. هو النجاح بيمشي كده، بيبقى كده، بيجي كده لحد مكان معين وهوب ينطلق بيطير. الناس فاكره ان النجاح خط لينير كده، طول ما انت كل يوم بتصحى بتتعلم حاجه جديده بتنجح والمفروض لا هو مش كده. النجاح تخبطات، النجاح بتطلع شويه وتنزل وتطلع وتنزل لحد نقطه معينه، هو تراكمات. في كتاب العادات الذريه كان بيقول لك ان انت كانك كل يوم بتحط صوت، بتصوت، اللي هو انتخابات مثلا، كل يوم تحط صوت بتبني عادة. هو اصلا الكتاب قايم على كده، عاده صغيره في عاده صغيره في عاده صغيره، لحد في يوم ايه ده انا عملت ده كله. زي انك مثلا انك تقرا كل يوم 5 صفحات، يعني 5 صفحات في اليوم مش حاجه بالنسبه ل 24 ساعه اللي في اليوم، 5 صفحات مش حاجه، ولكن بعد سنه هتلاقي نفسك قرات حوالي 1800 صفحه، يعني غالبا 6 او 7 كتب من غير ما تحس. ما بانتش وانت بتقرا لانك كل يوم بتقرا 5 صفحات، لكن اخر السنه لقيت واو انا معايا 7 كتب. تخيل انت لو قرات 7 كتب في مجالك او في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها، انت هتبقى فين؟ انت هتبقى اكسبرت في الحاجه دي. فاهم ازاي؟ هو ده النجاح عامه، بيتكون من تراكم وملل وزهق وروتين، هو ده النجاح. لكن النجاح السريع ده انا ما سمعتش عنه غير من الانستجرام يعني، فاهم قصدي؟ فغالبا فيك لان مفيش كده. برضه في كتاب سيكولوجيه المال كان بياكد نفس الفكره، وبيقول لك ان الناس بتشوف ان النجاح في الثروه بيبان ان هو جه فجاه، ولكن لا، هو تراكمات كتير جدا من حاجات كتير جدا وتوعيه كتير جدا واشياء كتير جدا عن الاستثمار والحاجات دي. ان هو الناس بتشوف اخر خطوه ومحدش بيشوف اول 1000 خطوه، وده كونسبت مش في المال بس، ده في اي حاجه في الحياه، في الشغل، في الرياضه، في الدراسه، في العلاقات، حتى في كل حاجه. ودي بصراحه يعني عقليه المزارع او الفلاح، هي دي برضو كده، ان هو بيحط البذره، مش كل يوم بيجي يلقلقها عشان يشوفها يعني طلعت ولا لا، هو بيحطها وبعدين يبتدي يرعاها بقى، يسقيها، يحط حاجات عليها، لكن هو فاهم ان هو مش هتطلع بكره ولا بعد ولا بعد، هو بيستنى موسم كامل وبعدين موسم الحصاد بقى يحصد بقى المحصول بتاعه. الفلاح ده فاهم حاجه مهمه قوي، ان النمو بيحصل حتى لو انت مش شايفه، بيبتدي تحت التربه النبته تطلع فروع وتشجر ومش عارف ايه، وبعدين هوب تطلع زي نبات البامبو كده. احنا دلوقتي في مرحله الجذور بس مستعجلين على النمو، فتمهل. يعني مش معنى كلامي ده انك تبقى كسول ومتخاذل وتقول خلاص انا بقى همشي براحتي لا، مش قصدي كده، بس مش قصدي انك تنجرف مع السرعه وتنسى اصلا انك تستمتع بحياتك، انك تستمتع بعبادتك، انك تقعد مع اهلك، انك تنام كويس، انك تدي نفسك فرصه تتنفس وتشوف شمس وتشم هوا وتستمتع بكوبايه القهوه بتاعتك، وتقعد كده تقعد مع نفسك تفكر بجد، تسيب دماغك تطلع افكار، تكريت حاجه، ما تبقاش انت المستهلك اللي قاعد دايما دماغه مسحوله في اي هبل. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اكون بقوله لك على فكره. انا بصراحه سالت نفسي السؤال بتاع هو احنا ليه بقينا مستعجلين كده؟ هل احنا جيل صبره قليل، ولا احنا في حاجه حصلت في دماغنا، ولا احنا بقينا مجنونين؟ احنا بصراحه بقينا عايشين في زمن كل حاجه فيه بتحصل كده بضغطة زرار. انا جعان، اوكي يلا هوب اوردر طلبات يجي لي لحد دلوقتي وانا قاعد، تلت ساعه بالكتير يكون اوردر عندي. عايز اتفرج على فيلم، اوكي يا باشا بزرار هجيب الفيلم وانا قاعد. عايز اتكلم مع حد في اخر الدنيا، اوكي برضه هي تكه زرار فيديو كول، يلا بينا نتكلم. عايز تعرف اي معلومه ايا كانت هي ايه وشرحها، يلا يا بينا يا باشا سيرش بس واكتب للاي اي ايه الحوار ده، هيقول لك يا باشا الحوار 1 2 3 واحسن مصادر اهي، وده عمل فيديو هنا، وده عمل كورس كامل. يا ايه الدنيا بقت سهله. ده في حد ذاته مش وحش بالعكس، ده بيسهل حياتنا جدا. ولكن المشكله ان انت كل مره الحاجه السريعه اللي بنعملها دي خلاص دماغنا خدت على كده وبقت مستنيه اي حاجه تانية بنفس السرعه، حتى لو هي حاجه عمرها مثلا ما كانت سريعه مثلا، لا دماغنا مستنيه نفس السرعه من الحاجه دي. فكل مره نعمل حاجه سريعه وناخد جرعه كده قويه، دماغك تقول لك حلو ده، هات تاني، اعمل تاني من ده، طب ما يلا بينا هات السرعه الجميله. وده يعني فاين، ده جزء طبيعي من طريقه عمل الدماغ. عشان كده يعني ايه الريلز ممتعه، كل ريل بحاجه مختلفه، يعني معلومه جديده بتكتسبها فبتنبسط بسرعه، بتلاقي ريل بيضحك نكته مش عارف ايه، هتلاقي حاجات كده. المخ بيحب الاكشن اللي يحصل بسرعه ده. تمام المخ بيحب ده، بس المشكله ان النجاح مش شغال بنفس الطريقه دي. النجاح زي ما اتفقنا بيقعد شهور ويمكن سنين عشان هوب تضرب معاك وتنجح. فانت مخك بقى بيهالك ان هو مفيش نتيجه ليه، مفيش نتيجه سريعه ليه زي ما احنا متعودين، انت ما نجحتش. فلا يا عم مش كده، اهدى على نفسك. وحقيقي احنا فعلا اوقات كتير قوي مش بنتعب
من الطريق ذات نفسه، بس بنتعب من الصوره اللي احنا رسمناها في عقلنا او في ذهننا عن الطريق ده. احنا قلنا الطريق ده يبقى بسيط وسهل، لقيناه طويل جدا ومعقد، بس هو مش متعب بالنسبه لي ولكن هو طويل، فببقى متضايق. انا ما كنتش عايز كده، انا كنت فاكره وهو قصير، هو اللي طويل، بس انت اللي كنت فاكر. نفس النقطه، توقعاتك تتصدم بالواقع هتحبط، منطق. وبرضه احنا مش كسلانين ولا حاجه، ولكن هي دماغنا بس اتعودت على ان اي حاجه تعوزها يلا اضغط زرار هتلاقيها، وده مش حقيقي بصراحه. ما فيش زرار هيخليك تاخد الحاجه اللي انت عايزها. الحياه فيها وقت، النجاح تكرار وممل واصرار. النجاح ما بيجيش من الحاجات البوم الاستثنائيه اللي بتحصل مره واحده، لا، النجاح بيجي من تكرار الحاجات الممله، بيجي من الايام اللي هتصحى فيها تحس انك بتلف في دواير وزهقان وقرفان. بس هو ده النجاح. النجاح مش طلب اوردر من طلبات هيجي لك في ربع ساعه، النجاح مجهود كبير جدا جدا. طيب ازاي بقى يا عم عبد يعني اتمهل؟ ازاي اتمهل من غير ما ابقى كسول؟ يمكن ده اهم سؤال في الفيديو كله. اللي هو اعمل ايه؟ هل اقعد مستني ورايح دماغي بقى واقول ان النجاح بياخد وقت واسيبه يستوي بقى وبتاع؟ انت قلت لي كده يا عم عبد الله. لا، ده اكبر سوء فهم انا خايف انك تطلع بيه من الفيديو ده. انا مش بقول لك تمهل عشان تتحرك ابطا وتبقى بطيء في حركتك، لا، انا بقول لك تمهل عشان تبطل تستعجل النتيجه، علشان تستمتع باللحظه. ذا باور اوف ناو. خليك مركز على اللي انت فيه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني اوكي روح الجيم، بس مش كل يوم تقف قدام المرايه تقول هو فين النتيجه مش ظاهره ليه. تعمل كونتنت، نزل فيديو ونزل اللي بعده ونزل اللي بعده، وما تستناش فيديو واحد يفايرال والناس تشوف. زي ما قلت لك، الفلاح مش كل يوم بيصحى الصبح يفحر مكان البذره اللي زرعها عشان يشوف هي كبرت قد ايه او كبرت ولا لا. الفلاح لو عمل كده هيقتلها. هو فاهم كويس قوي ان في شغل وفي حاجه بتنمو حتى لو هو مش شايفها. فدي مشكلتنا بقى، ان احنا بنحفر على الحاجه كل يوم ومش بنسيبها تستوي بس واحنا ماشيين بسرعتنا العاديه. فبدل ما نقعد نخش في دوامات خلينا نبقى فعلا مش مركزين ونقعد نقول انا وصلت لفين من فين ومن مين وهكذا، لا، يعني خلاص انت كل يوم الصبح شوف هتعمل ايه، واخر اليوم اسال نفسك هو انا عملت اللي عليا فعلا؟ عملت كل اللي اقدر اعمله بجد؟ لان في فكره كده دايما بتراودني، هو ان مثلا الحاجه اللي انت عاوزها ممكن تيجي بعد المره الخامسه، بعد المره السادسه، بعد المره السابعه، بس انت مش عارف هي بعد انهي مره. فانت ممكن تكون خلاص ناقص لك مره على ان هي تيجي وتستسلم وتمشي. عارف انت الصوره بتاعت الراجل بتاع اللي بيقعد يفحر في الذهب ده؟ خلاص تعب وخد بعضه ومشي، وكان ناقص له هي فسوه، لو بس كح الحيطه هتقع والذهب هيبان. تعب ومشي. بخاف جدا من الحته دي، فعشان كده بمسك طريق لاخره، بجيب اخره. انا مش عارف هي امتى، لو باينه هي امتى يبقى سهله قوي، سهله قوي. لو حد قال لي والله انت بعد المره العاشره يعني هتقع 10 مرات وفي المره العاشره مثلا هتنجح، هوقع نفسي النهارده ال10 مرات، هفضل اشتغل واذاكر ال10 مرات النهارده عشان اقعهم كلهم النهارده، فاقوم الصبح ابقى تمام. فين بقى النجاح؟ ولكن هي مش معروفه، هي مش واضحه. عشان كده انت ممكن تحبط وتتضايق وتمشي، ولكن ممكن يكون كان ناقص لك حاجات بسيطه. افهم المايند سيت دي وامشي بيها، ما تسيبش نفسك وما تستسلمش. اي حاجه في طريقك للنجاح ممكن تكون حلوه الا انك تسيب الطريق وترجع. ما تعملش كده، كمل الطريق. تمهل، لان كل حاجة عظيمة بتحتاج وقت. وخد بالك من فخ انك مستعجل علشان توصل، ولا انت مستعجل علشان تسبق حد معين او محدش يسبق. بس يعني لو وصلت بقى لحد هنا قول لي بقى ايه رأيك. لو انت طبعا صديق ليا، واكيد انت صديق ليا عشان مش ناس كتير بتشوف الفيديوز لاول مرة، فقول لي بقى ايه الدنيا، ايه رأيك في الجو عامة. ما اتكلمناش احنا النهارده في اول الفيديو عشان كنت انا متضايق، فدخلت على طول ان انا اقول لك تمهل. بقالنا فتره عامه ما اتكلمناش، ده يعني شيء واضح. ولكن الفتره الجايه بقى هبقى مركز اكتر، هادي اكتر، وهشوف بقى اللي المفروض اعمله. فعايزين بقى نتكلم، يلا بينا. قول لي بقى ايه رايك في الشكل الجديد ده، ايه رايك في الضلمه اللي انا عاملها؟ انا عامل جو كده هادي، مش منور قوي الدنيا ضلمه وشكل جديد بقى ومايك عامل لك وشغل ودنيا. احنا في الفيديو كام مش عارف، بس احنا لسه الحمد لله بدري، وفي تطور ملحوظ في اشياء كتير، سواء في هنا، سواء في الشخصيه، سواء في الاجتهاد في تعلم، حاجات كتير قوي. ولسه بدري قوي على 100 فيديو. احنا كنا مقررين نعمل 100 فيديو وحش هنتعلم فيه، تقريبا لسه ما جبناش 30. يعني حلو الحمد لله. عامه بقى انزل خلاص قول لي رايك وسيب لي كومنت. ولو انت جديد بقى، ودي حاجه ما توقعهاش، لو انت جديد مش هتكمل لحد الاخر فما فيش مشكله، قول لي ان انت جديد وكملت الاخر. هبقى مبسوط جدا 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 لو لقيت حد جديد ومكمل الاخر، او حد قديم ومكمل الاخر، والله هتبسط برضو يعني. بس يعني القهوه بتخلص دايما مع الكلام. يلحق احنا ممكن نعمل فيديو عن الحوار ده. ماشي، يلا سلام.